السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين في دروس الفورم. وصلنا المرة اللي فاتت عند ان احنا اتكلمنا عن البوتون اللي اسمه ريسيت وقلنا بيعمل ايه، واتكلمنا عن المين لينث والماكس لينث والكلام ده هو كله. عظيم عظيم. طيب، هل انا لما اجي اعمل فورم بشكل احترافي والكلام ده هو كله، يعني انا هكتب ليبل والكلام ده هو كله؟ طب في بديل طيب للليبل يفهم برضو اليوزر هنا يكتب اليوزر نيم وهنا الباسورد وهنا الايميل والكلام ده هو كله؟ هو في الحقيقة تمام، وده أصلًا الأغلب اللي أنت هتستخدمه في معظم المشاريع بتاعتك، إن أنت هتستخدم حاجة اسمها الplace holder. ركّز معايا هنا كده وشوف الform دي كده. لو أنت بصّيت هنا هتلاقي إن ما فيش label اسمه user name، ده هو كاتب كلمة user name داخل مين؟ داخل الinput field نفسه، تمام، وكلمة الpassword نفس الكلام. فبالتالي أنا عايز طريقة إن أنا برضه يعني تتشال أول ما أنا، يعني هنا كده في الlabel ما بيتشالش، يعني مهما أكتب هو مش متشال، تمام. فأنا عايز طريقة تفهم برضو اليوزر إن هو هيكتب هنا اليوزر نيم بتاعه، وأول ما أنا هضغط خلاص الكلمة تتشال. طب دي أنا هعملها إزاي؟ دي أنا هعملها بحاجة اسمها البليس هولدر. هاجي عند الانبوت بتاعي وهشيل الليبل، يعني هنا كده فيه الليبل، هاخد بس كلمة يوزر نيم كده، كنترول اكس، وهشيل خالص الليبل، تمام كده. ركز معايا كده هتلاقي الليبل اتشالت. جميل عظيم جدا. طيب هحطها فين بقى؟ هتيجي هنا كده بعد الريكوايرد، تمام، او قبلها ايا كان انت هتحط الكلمه فين، وهتكتب كلمه بليس هولدر، كلمه بليس هولدر، وتحط القيمه بتاعتك. طيب ماشي، دي كده اتحطت اهيت. كده انا عرفت اليوزر ان هو هيكتب يوزر نيم، واول ما هكتب خلاص اتشالت على طول. جميل كده، جميل جدا. وهكذا بقى مع الانبوت فيلد التانية. يعني انا هاجي هنا كده عند الباسورد، وهاجي هشيل البليس الليبل، وهاجي هكتب هنا كلمة بليس هولدر، وهكتب باسورد نفس الكلام. هكتبه مع مين؟ مع الايميل. هاجي هنا برضو هاخد الايميل دي كده وهشيل الليبل بتاعته، وهاجي هكتب البليس هولدر بتاعته. جميل كده، تمام جدا. طيب في كمان طيب ايه الفرق ما بين ان انا اكتب فاليو؟ يعني يعني تلاقي مثلا بعض المواقع بيحط لك فاليو كده، تمام كده، يقول لك اكتب هنا كذا. يعني ايه الكلام ده؟ بتلاقي بعض المواقع كاتبين لك هنا مثلا كلمة فاليو، وكاتبين لك هنا مثلا مصطفى. فهنا هتلاحظ معايا ان مصطفى مكتوبه كده، مش يعني مش مبهته زي كلمه باسورد كده، مش زي البليس هولدر. لا، ده كلمه مصطفى ممكن تكتب كمان مش هتتمسح. يعني انت لما هتيجي تكتب كمان هي مش هتتمسح تلقائيا، انت هتكتب بعدها، تمام كده. لكن لو انت مسحتها هتتمسح عادي، تمام كده. فده الفرق ما بينها وما بين البليس هولدر والفاليو. لو انت دلوقتي يعني انت باي ديفولت المفروض الفاليو لو انت ما كتبتهاش فبتبقى الفاليو بتاعتك بسترينج فاضي، يعني بيبقى الفاليو بتاعتك سترينج فاضي شكل كده، يعني بتبقى بالمنظر ده كده، سواء انت كتبت كلمه فاليو او ما كتبتهاش. هي لما تيجي تتبعت حاجه اسمها الداتابيس بتاعتك فهتتبعت بالمنظر ده كده. فانت طبعا بتعمل اوثنتيكيشن واوثرايزيشن على او فاليديشن على الفورم طبعا، والكلام ده هنشوفه ان شاء الله لما نخش في دروس الجافا سكريبت. المهم انك انت بتعرف ان الديفولت فاليو لو انا بعت الداتا على المنظر ده كده، وما طبعا ما فيش فاليديشن زي ما انا عامل فاليديشن اللي هو ريكويرمنت والكلام ده كله، فالداتا بتتبعت كداتا فاضيه، تمام كده. طيب ماشي، انا دلوقتي عايز بقى يبقى فيه فاليو باي ديفولت، فيبقى الفاليو بتاعته باي ديفولت يبقى بالمنظر ده، يبقى مصطفى. فانا لو بعت الداتا بتاعت، لو انا بعت دلوقتي كده بص كده، مش هيقول لي هات النيم. يعني انا لو شلت كده، بص ركز معايا، لو انا بعت الداتا هيقول لي هيقول لي الايميل ريكواير، قصدي النيم ريكوايرد. بص كده قال لي ذيس فيلد اللي هو الاولاني. جميل كده، طيب حلو جدا. لكن لو انا حطيت الفاليو بتاعتي، لو انا بعت الداتا هيقول لي بقى على الباسورد هيقول لي ان هو ريكوايرد. بص كده قال لي ريكوايرد او على الباسورد، مع اني اصلا انا سايب الايميل فاضي، قصدي النيم فاضي، انا ما كتبتش. انا كيوزر انا ما كتبتش، انا سبت الفاليو الطبيعيه بتاعت المبرمج اللي حطها لي، اللي الموقع حاططها، انا بعت على اساسها. فبالتالي بالتالي هو هنا كده مش لازم تحط ريكوايرد هنا بقى، طالما انت حاطط فاليو مش لازم تحط ريكوايرد. فبالتالي لو انت بعت الداتا مش هيتشيك اصلا، تمام كده، على النيم. طبعا لو انت بعت هنا كده الداتا، لو انت ما حطيتش ريكوايرد هنا عند الايميل وعند هنا الباسورد، فانت لو بعت الداتا بالمنظر ده، بص كده يا صاحبي الداتا تتبعت، بص بوم، الداتا اتبعتت عادي خالص وعمل ريفرش. جميل كده.
طب يا مصطفى، طب الفاليو لسه محطوطه، ما هو كل مره بيعمل ريفرش هو بيجدد لك الفاليو من اول وجديد، ولكن هو فعليا بيبعت الفاليو دي. تمام كده، تمام جدا. طيب ماشي. طيب نرجع كل حاجه شكل ما كانت بقى. طيب يبقى احنا عرفنا ايه الفرق ما بين الفاليو وايه الفرق ما بين الايه البليس هولدر.